وصفتنا النهارده الكنافه البورمه، هقول لكم كل التفاصيل ازاي تطلع معاكي مظبوطه وازاي تعرفي تقطعيها وتطلعيها بالشكل ده، كمان هقول لكم كل التفاصيل اللي تبقى زي بتاعه المحلات بالظبط. كلنا بنحبها الكنافه البورمه وبنحتار يا ترى نعملها ازاي. احنا هنحضرها مع بعض بشكل بسيط وكمان طريقه بسيطه قوي، بربع كيلو كنافه بس هتحضري كل الكميه دي. شايفين ازاي ماسكه متماسكه في بعضها مش بتفك خالص. كمان تقدري تحشيها بالحشوه اللي تحبيها. بس اول حاجه في الكنافه هو الشربات، والشربات بتاع الكنافه بيبقى تقيل وبارد، يعني عباره عن كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه. هنقلبهم الاول على البارد وبعد كده هنرفعهم على النار، واول ما الشربات يغلي هننزل عليه بعصير معلقه صغيره من الليمون ونسيبه يغلي لمده 5 دقايق، وبعد كده نرفعه على النار ونسيبه يبرد. بعد كده بقى في طاسه او في حله هسيح سمنه او زبده او سمنه على زيت زي ما تحبي. انا معايا ربع كيلو من الكنافه مطلعاه من الفريزر وفرموه وهو متجمد، بيبقى اسهل وكمان بيتفرم ناعم جدا، او ممكن تحطيه في محضره الطعام هيتفرم برده ونديكي نتيجه حلوه. نقدر نقلب فيها زي ما نكون بنحمر شعريه بالظبط. اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده هنرفعها على طول من على النار. اول ما رفعناها من على النار هننزل عليها بالشربات التقيل البارد. بعد كده هقلبهم واسيبهم على جنب. بعد كده هنجهز الحشوه بتاعتنا، وعباره عن اي نوع مكسرات، فستق، بندق، سوداني، اهم حاجه تكون مكسرات متحمصه. ننزل عليها بمعلقه كبيره من الشربات اللي احنا حضرناه علشان الحشوه تبقى متماسكه ما تفكش وتقع من قلب الكنافه بعد ما نقطعها. بعد كده هنجيب ستريتش وناخد كده شويه من الكنافه ونفردها كده طبقه رفيعه قوي ونحاول نسويها كده على قد ما نقدر. بعد كده ننزل بالحشوه بتاعتنا اللي احنا جهزناها، نفردها كده على الكنافه بتاعتنا ونبدا نلف رول. واحنا مش هنلف الاسترتش من جوه، يعني احنا بس هنخلي الاسترتش يساعدنا واحنا بنلف الكنافه. واحنا بنلف بنضغط كويس قوي علشان الكنافه تبقى متماسكه او الرول بتاعنا يبقى متماسك. شايفين بضغط عليها كويس قوي. بعد كده بقفله زي ما نكون بنقفل بونبوني كده بالظبط. بتسويها بقى وتطلعيها بالحجم اللي انت عايزاه. ممكن تعملي الكميه كلها تبقى رول واحد وممكن تعمليها كذا رول، مش هتفرق. وبعد كده هندخلها التلاجة ونسيبها مش اقل من 10 ساعات. انا سبتها ليله كامله. وبعد كده تطلعيها تقطعيها، هتقطع معاكي بكل سهوله. شايفين انا بقطعها ازاي بس بالراحه علشان ما تفكش معاكي. هتقطع معاكي مظبوطه. شايفين مظبوطه جدا، طعمها حلو مفيش فيها غلطه، كمان لونها حلو قوي. طعم الكنافه المتحمره بيبقى مختلفه تماما عن الكنافه اللي احنا بناكلها في الفرن. وطبعا دي مميزه قوي الكنافه اللي هي البورمه دي. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.